شمس تشرق مرتين. العمل لكاتبة إماراتية، المخرج الأستاذ غافل فاضل. شخصيتي هي شخصية سلمى، سيدة أعمال، عندها طفلين. قريبة هي جدا من أطفالها بعكس أبوهم اللي هو الفنان الكبير سليمان ياسين، دكتور لكن صاحب دكتوراه شهادة طبية مزورة، لا يمارس الطب إطلاقا، لكن هي خدعت بهذا الزوج. العمل الحقيقة مثل ما قلت لك طابع رومانسي، يفرض نوع من العلاقات الإنسانية الرومانسية. يمكن هذا العمل المشاهد ما راح يشوف فيه الصراعات المادية العنيفة اللي عادة نشوفها. ليش قاعد تاخذني من مكان الثاني؟ ليش تعرفت على ضيفها؟ أحداث الشخصية طبعا أنا مو ثابت بمكان معين ولا لي، أنا قاعد أمر على جميع الشخصيات. أمر طبعا سلمى، فيصل، جميع الشخوص. والله دوري يعني دور واحد طيب، بس طبعا في أول 4 حلقات ما يبين شيء، هذا يبين إنه وايد شرير قاعد ينبش أشياء وينبش في الماضي، لأن هو صديقه مسجون فقاعد يدور على براءة صديقه. أول 4 حلقات، بعدين الشخصية تبتدي يعني تتضح شوي شوي بالنسبة للناس. أحترم رايك. تصرفاتك غريبة. بس أنا طيب، والناس طيبين. للحين ما شفنا منك شيء طيب. دوري شخصية مديرة بنك، لأول مرة أجسد هالدور، وايد حلو. في البنك وايد رسمية، برا ما عرفت اللي هي هدى حسين سلمى. أنا شخصية وفاء وهي سلمى، وايد روح حلوة وكوميدية. ستاف جدا جميل، يعني نرتاح معاهم، وإن شاء الله يا رب إنه يعجبكم ويعجب الجمهور بعدين. وين رايح؟ شنو تقتل أحمد؟ إذا ما تنفذ اللي أقول لك عليه الحمد لله. دراما خليجية الحين احنا وصلنا إلى مرحلة وايد متقدمة، أتفاجأ أن كثير من المخرجين يتابعون الأعمال الخليجية، فهذا نجاح للدراما الخليجية. احنا نعاني من يعني قلة النصوص عندنا، وحتى لو كان في نصوص ما في نصوص تكتب من أجل المرأة ويعني مشاكل المرأة وقضايا المرأة. أنت ما عندك قلب؟ أحسن ما يكون عندي قلب مثل قلبك، عملي ما يفرق بين الصح والغلط. متى ما وجد الحب بين أفراد الفريق سواء فنان أو فنيين، تلقى الكل يسعى إنه يقدم كل ما عنده علشان، وهذه نقطة أنا أحرص عليها يعني، إنه نشتغل بحب عشان نقدم عمل احنا نكون راضيين عنه والناس فيما بعد يكون عنه. طبعا أشكركم، أشكر تواجدكم في لوكيشن شمس تشرق مرتين، وأشكر بي سي طبعا لاهتمامها في الأعمال الدراما الخليجية، وأشكر مشاهدين بي سي وأقول لهم تابعونا.